هو ايه الفرق بين خل التفاح العضوي وخل التفاح العادي؟ ليه ده سعره رخيص وده سعره غالي 5 اضعاف مثلا؟ خد بالك انت ممكن يكون تاخد امبرازول وكنترولوج بقالك شهور، فاكر نفسك بتعالج مشكلة الارتجاع. ممكن تكون ان انت متشخص ان انت مريض جيرد او مريض ارتجاع مريئي، وانت فاكر ان انت عندك مشكلة ان حمض المعدة بتاعك زيادة فعمال بيطلع عليك حموضة ارتجاع. ممكن يكون اصلا الحمض عندك قليل، ممكن يكون المشكلة عندك ان الهضم ضعيف، ان الاكل بيقعد في المعدة وقت اطول، بيحصل له تخمر فبينتج غازات فبيحصل انتفاخ، كل ده يعمل ضغط الاعلى، فتبص تلاقي ان انت حاجة بيحصل لك ارتجاع بسبب ان الاكل عمال بيطلع لفوق. المفاجأة الأخطر بقى إن نقص الحمض ده حضرتك بيعمل لك نقص في استخلاص الفيتامينات والمعادن من الأكل، فتبص تلاقي إن أنت جسمك ما بيمتصش الحديد، جسمك ما بيمتصش البي 12. والأدوية دي كمان اللي هي البروتون بامب انهبيتورز بيقللوا امتصاص البي 12 وبيقللوا امتصاص الحديد، فتلاقي حضرتك بتدفع أدوية في علاج الارتجاع، وبتلاقي نفسك حضرتك بتدفع أدوية في مكملات. وإيه الفرق بقى ما بين خل التفاح العضوي وخل التفاح العادي؟ بص حاجة، هو خل التفاح العضوي ده هو عبارة عن إيه؟ إنزيمات هاضمة، مادة اسمها ماذر، بيبقى فيها بكتيريا نافعة. البكتيريا النافعة مع الإنزيمات الهاضمة اللي موجودة في المادة اللي اسمها الماذر ديت بتحل مشكلة الهضم الضعيف اللي عندك. فتلاقي الناس اللي بتستخدم خل تفاح عضوي مش محتاجة تاخد الأدوية اللي هي عندها مشكلة في حمض المعدة الضعيف، اللي هو الحاجة دي. وفي ناس ما عندهاش التهابات في المعدة، ناس ما عندهاش قرحة، دول ليهم علاجهم وسيبهم على جنب مالكش دعوة بيهم. تمام، احنا بنتكلم دلوقتي عن الناس اللي عندها مشكلة في الهضم، الناس اللي بتاخد الدواء بتاع الامبرازول والكنترولوك والادويه دي كلها، بروتون بامب انهبيتورز، بتاخدهم ليه؟ علشان تعالج مشكله ارتجاع ناتجه بسبب هضم ضعيف، حمض معده قليل. ولو انت بتاخد الادويه ديت وبقالك مده، هتلاقي نفسك وانت عندك ارتجاع، بص تلاقي نفسك عندك نقص في الحديد، عندك نقص في البي 12. خلي التفاح العضوي بيعالج النقطه ديت. طب ليه مش خلي التفاح العادي بقى؟ لان خلي التفاح العادي هو عباره عن حمض صرف، فلتر وتبستر. عمليه البسطره وعمليه الفلتره دي خلصتك من البكتيريا النافعه، خلصتك من الانزيمات، فبتحتاج تاخد حمض صرف يسبب لك اساسا يعني مشاكل. فما تاخدش الحمض ده خالص، ما تاخدش خل التفاح العادي، لا خل التفاح العضوي طبعا. تمام كده. وده عباره عن ايه؟ انت بتاخد معلقه على كوبايه ميه وتشربها، خد بالك قبل الاكل من 10 ل 15 دقيقه كده. في النهايه خد بالك انت مش بتعالج الاعراض، يعني ما تروحش تاخد ادويه علشان تعالج العرض، خد الدواء اللي يعالج لك اساس المشكله. يعني احنا هنا في مصر بنتكلم خل التفاح العضوي، خل التفاح العضوي. بره مصر بيتكلموا في البيبتين، بيستخدموا بيتين و اتش سي ال او بيتين اتش سي ال، اللي هو عباره عن انزيم بقى البيبسين ذات نفسه، واخد بالك، اللي هو بيساعد على الهضم. بس ده برضو بيتاخد بطريقه تانية، بيتاخد يعني ده لو هو موجود في مصر هتلاقيه في المكملات اللي هي الغاليه، يعني هتلاقيها في حوالي 3000 4000 جنيه، ارقام كبيره جدا يعني. ماشي، ممكن تلاقيها مثلا ب 1000 ونص وحاجات زي كده. بس ده بيتاخد برضو ليه طريقه في ان انت تاخده، ما تاخدوش مره واحده بكميه كبيره يعني. تبدأ أصلا تجربه، تشوف هو هيعالج معاك في الهضم ولا إيه الدنيا. بتاخد بكمية صغيرة الأول، وبعد كده تبدأ ترجع تاخد الحاجة الطبيعية اللي بتتاخد منه. لكن احنا عندنا خل التفاح العضوي حاجة في المطبخ بسيطة، الدنيا سهلة وبسيطة، حط لنا معلقة على كوباية مية واشربها، ده رضا. لو المشكلة في الهضم مش المشكلة في إن أنا عندي قرحة معدة وعندي التهابات في المعدة، وإن أنا عندي أصلا في مشكلة في الافراز بتاع الحمض عندي بيزيد، موجود بزياده جدا. لو انا عندي مشكله من المشاكل دي، قولا واحدا ليها علاج تاني غير خل التفاح العضوي.